السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل لكم أكلة سريعة كده يعني تنفع فطار أو عشاء حسب ما انتوا حابين. أكلة بسيطة جدا وكل مكوناتها في البيت. معانا هنا دول 3 بيضات، أنا خفقتهم وحطيت عليهم ملح وفلفل وسنة بابريكا كده وسنة خل عشان الزفارة وخفقتهم كده. أي جبنة بقى، عندي جبنة شيدر، جبنة موزاريلا، جبنة فيتا، أي جبنة أي جبنة تحطيها. ومعايا هنا فلفل حلقات رومي، ومعايا حلقات من الطماطم، ومعايا حتة بسطرمة اللي كنت عاملاها، أي حشو عندك. ومعايا هنا ملح وفلفل. هنروح على البوتاجاز وهنشوف هنعمل ايه. خليكم معايا. اول حاجة هنا عاملاها، حطيت حتة زبدة وحبة زيت وعلى نار هادية كده. هو سخن كده، هنرص الطماطم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. حلقات الطماطم هنرش عليها شوية ملح وفلفل. بسم الله الرحمن الرحيم. بس هعلي على الطماطم عشان ما تنزلش مية. بعد كده نوطي لما نحط البيض. رشة ملح وفلفل الريحة، وهنقلبها على الناحية التانية ونرش برضه رشة ملح وفلفل وهي تاخد وش كده، تاخد تشويحة كده. نعمل كده. رشة ملح وفلفل برضه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسيطة كده هنسيبها تاخد تشويحة ونشوف هنعمل ايه. بس هنا بقى هوطي النار عشان كده هتشوحت. هوطي النار كده عشان هحط البيض عشان ما يستويش بسرعة. هنا حطيت البيض، هحط بقى حتة البسطرمة اللي انا عاملاها اهي. اي حشو عندك. بعد كده هرص الفلفل. عامله زي البيتزا كده، بس بيتزا بيض يعني. دي اكله سريعه كده، لو انت محتاره في العشاء في الفطار تقومي تعمليها بسرعه. لو اي ابنك ولا بنتك جعانه وما عندكيش اي اكل ممكن تعمليها بسرعه كده. ارش رشه ملح الفلفل وهغطيها شويه كده. بعد كده هنسيبها دقيقتين ونشوف هنعمل ايه. بصوا يا حبايبي، هنا دقيقتين كده وهنحط الجبنه. اي جبنه عندك، شرايح جبنه شيدر، شرايح جبنه، عندك جبنه موزاريلا، عندك جبنه، اي جبنه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقول كده اي جبنه عندك هتحطيها بس ما تكونش حادقه. الجبنه برضو بطعم البسطرمه عشان تديك طعم. عندك جبنه فلامنك شرايح. طبعا هي بتبقى غاليه يعني، فاللي موجود عندك حطيه، ما تشغليش نفسك
بأي مجايب، بأي شيرة اللي موجود عندك تستعمليه. حاجة موجودة في بيتك، احنا بنستعمل أي مكون في البيت عشان نختصر ونقتصد في الدنيا. احطها بقى، اغطي عليها هي دقيقتين وهوريها لك بعد كده. خليكم معايا لاخر الفيديو. بصوا يا حبايبي، بعد ما خرجت، ما هي دقيقتين بس يا دوبك الجبنه بتطرى كده. بص اهي نزلتها من على البوتاجاز اهي. اعمل لكم حته معايا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض تبقى قطعة، هي سخنة بس انا مش عارفة اقطعها. فهي ايه، عايزين تغمسوها كده، عايزين تحطها في صينية. انا مش عارفة اقطعها عشان هي سخنة، مش راضية تطلع مني. جربوها، اكلة سريعة وسهلة والمكونات كلها عندك. احبكم في الله وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.